مراكم كتير ودماغك هتنفجر من التفكير. تعال اقول لك على الحل. السلام عليكم، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم يا المزنوقين، خاصه حبايبنا في ثالث ثانوي. بصوا يا شباب، خلينا نتفق انك مراكم 3-4 محاضرات في كل ماده. جيت في رمضان قصرت شويه، تعبت شويه، فالمفروض يعني انك دلوقتي بتحاول ترجع وكده، لكن بتواجهك مشكله. دماغك مش مبطله تفكير في النتيجه، وانك قصرت وانك ما تستحقش وان فلان يستحق اكتر منك عشان ذاكر اكتر منك او عمل وانت ما عملتش، وكلام الضحك ده كله، وخوف من النتيجه بقى وتوتر وقلق واوفر ثينكينج وليله حضرتك. احب ابشرك ان دماغك بتسوحك مش اكتر، وان ما فيش حاجه من دي صح، وان كل التفكير الزياده ده ما هو الا وسيله علشان تهرب من الواقع الاليم. فخليني اقول لك الخلاصه، انا بعمل ايه اما بكون مزنوق. بص، انا باجي في بدايه كل ترم مع حماس بقى وشغل عالي من ده، ومن دلوقتي انا هكسب وقت ولازم أنا ابدا افوق والضحك ده، وهذاكر اول باول وهحضر كل المحاضرات وكل العيادات وكل السكاشن، وبلاقي نفسي فجاه قدام ليالي الميد ترم، وما ادراك ما ليالي الميد ترم، والمواد ما اتفتحتش كالعاده. فاللي هو انا لو فكرت للحظه او للحظات بالمنطق، انا كده على الدغري شايل. انا هقول لك نصيحتين. الاولى، ابدا دلوقتي وبطل تفكير. تانية، خليك واثق في نفسك وفي كرم ربنا. يعني انا باجي ليله الميد ترم، يلا كوبايه الشاي، يلا سجارتين حشيش، والست محاضرات اللي كل محاضره فيهم لا تقل عن ساعه ديت هيجوا في شويه. بروح مشغل كل المحاضرات ورا بعض واسمعهم بتركيز كويس جدا، وبركز مع كل حرف الدكتور بيقوله، وبعد ما بخلص سماع بروح جاي فاتح المحاضرات قاري الكلام وكده اتعشى. طبعا فكك من طريقه المذاكره الكلابي دي، تمام؟ ذاكر بطريقتك، ذاكر بالطريقه اللي انت بتذاكر بيها. اللي عاوز اقوله لك ان لو كنت قعدت فكرت زي ما انت بتفكر كده، كنت عمري ما هخلص، وان كنت هروح فعلا اشيل الماده. فما تفكرش كتير، وجه تفكيرك في المكان الصح. فكر في المنهج، فكر في الحاجات اللي انت بتدرسها، بطل تفكر في حاجات ملهاش اي اساس من الصحه وغير واقعيه تماما، اللي هو انت بتقعد تفكر في حاجات ملهاش لازمه. وبجد خليك واثق في نفسك واطمع في كرم ربنا. كرم ربنا ملوش حدود. قد تتخيل ان بالمذاكره الكلابي ديت تقديراتي وحشه، بس لا والله، كرم ربنا كبير وحساباته لا يمكن توقعها. فاستبشر خير وهات اخرك، عشان خلاص هانت. وما تقارنش نفسك بحد، كل واحد حكايته وظروفه مختلفه. احبكم في الله، السلام عليكم.